لأن مواليد برج العقرب إذا حبوا ويحبون بضمير، لذلك ينكسرون شديد الانكسار في رحيل الناس اللي يحبونهم بضمير. لأن مواليد برج العقرب يحطون السما بيد والأرض بيد عشانك، الشمس بيد والقمر بيد عشانك. فإذا كسرتهم تكون وايد قوية إلين ما يستوعبون بأنهم أفضل جدا من أنهم يعلقون حياتهم فيك. فكسراتهم هي دليل قوتهم، لذلك يحبون بوفا، لأنهم ما يتوقعون ينكسرون من أحد أبدا. برج الحوت بحكم أنهم ناس معطائين جدا فيشعرون بالحساسية بشكل جدا كبير، لأنه هو وايد يتوقع من الناس اللي حوالينا بأنه يبين بعينهم إيش كثر هو يقدرهم يحبهم، يبين بعينهم إيش كثر هو يعذرهم، يبين بعينهم إيش كثر هو صادق معاهم نظيف معاهم، ويحاول كثر ما يقدر بأنه هو يكون نقطة وعلامة فارقة في حياتهم. وبعد فترة يكتشف بأن كل اللي سواه كان هباء منثورا، جدا يتضايق. لذلك مواليد برج الحوت أفضل ما يقال عنهم بأنهم يعطونك لحد الجنون، بس إذا تبي تشوف الوجه الثاني الله يكون بعونك عيال. أكثر من يفهم الإنسان اللي يحبه هو مولود برج الدلو، فممكن بأنه يخلق من هذا العالم عالم جديد فقط ليرى الإنسان اللي يحبه في أفضل حالاته النفسية والعاطفية، معطاء وفي كريم اللي بيده موله. ولكن أحيانا هذا الشيء يكون خطأ إذا كان للشخص الخطأ، لأنكم دائما تشوفون الناس طيبين نفسكم فتنصدمون فيهم بسرعة أعزائي مواليد برج الجدي. ولأن لو الناس تعرف نقاوة قلبكم وبراءتكم والطفولة اللي موجودة فيكم كان ما في يوم من الأيام ظلموكم أبدا أو ساءوا الظن فيكم. لذلك أفضل من يعرف يواسي مواليد برج الجدي هم مواليد برج الجدي نفسهم. عادي لا تهتم. مواليد برج القوس غير مغفلين، صاحين حق كل صغيرة وكبيرة تصير قدامهم، يدعون الغباء أحيانا ولكن لهدف أسمى في بالهم. إذا أنت عبالك بأن مولود برج القوس عابرة عليه سوالفك كذي ولا كذي، حبيبي راجع نفسك، لأنه هو الوحيد اللي إذا طوف لك يطوف لك بكيفه وبس. لأن مواليد برج العقرب إذا حبوا ويحبون بضمير، لذلك ينكسرون شديد الانكسار في رحيل الناس اللي يحبونهم بضمير. لأن مواليد برج العقرب يحطون السما بيد والأرض بيد عشانك، الشمس بيد والقمر بيد عشانك. فإذا كسرتهم تكون وايد قوية إلين ما يستوعبون بأنهم أفضل جدا من أنهم يعلقون حياتهم فيك. فكسراتهم هي دليل قوتهم، لذلك يحبون بوفا، لأنهم ما يتوقعون ينكسرون من أحد أبدا. هم الأبراج اللي ما يتلونون، جدا متصالحين مع ذاتهم وشخصياتهم، ما تهمهم المظاهر على حسب ما يقولون، ما تهمهم المظاهر مع الناس ولكن تهمهم المظاهر لنفسهم، لا وبشكل شايد بعد. يعني جبت لكم واحد من برجكم أعزائي مواليد برج العذراء، بحكم أنه وايد يكتب عن إحساسه، يعني يحب بسرعة ولكن صعب جدا أنه يبادر إلين ما يلاقي الشخص اللي قدامه فاتح له ربع باب للمبادرة. نهائيا ما يعبر عن إحساسه إلين ما يتأكد يقينا بأن الشخص اللي قدامه ممكن أن يقولها. غير هذا الكلام مستحيل بأنه هو يتقرب، وأردى تصرف وأبسط تصرف ممكن أنه يخليه ما يبادر اتجاه الشخص اللي قدامه، ممكن يخليه يرجع بدال الخطوة 10، وهو مستعد أنه يتقدم لك كثير لو راويته قليل، ومستعد أنه يبتعد كثير لو راويته قليل. مستحيل تكون أي شيء غير قانون كيفك، لأن هذا البرج يمشي على راية وتفكيره وأساسه، ما يراه صح هو فعلا صح، وما يراه خطأ هو خطأ لو العالم كله كان قاعد يقول عنه صح. صاحب أقوى شخصية والأكثر غرورا، صاحب أهم شخصية والأهم حضورا. ولا اتصال يالي اليوم من أي واحد من مواليد برج السرطان، يمكن لأني أكثر إنسان تكلم عن واقعكم اللي أنتم ما تحبون أحد يتكلم عنه. مولود برج السرطان ما يتقبل أحد يقول له عيوبه، يبيك بس تقول الأشياء الحلوة اللي فيه. عيوبه هو يعرفها عدل، لذلك ما يحب يسمعها من أحد. احنا نقول عنهم بأنهم دراما كوينز أو وايد يحبون الدراما، وهالشيء هذا ترى مبرر، لأن بالضبط أحاسيسهم عبارة عن ريشة يتأثرون بكل شيء. ترى في يمكن في قلوبهم جروح ما حد يدري عنها، ما يحبون يتكلمون لأن من كثر ما هم وايد عاشوا في مواقف ضايقتهم يحبون أن مجلسهم يكون وايد مريح والناس اللي فيه كلها تضحك، لأنهم وايد عاشوا في جو حزين فما يبون ينقلونه معاهم في أي مكان ثاني. بالنسبة له حزنه يخصه وسعادته تخص الجميع. مولود برج السرطان صعب لو مهما استسهلناه، وغامض لو مهما فهمناه.
يمثل نفسه بشكل جدا كبير. مولود برج الجوزاء وايد يحب نفسه، وايد يحب تفكيره، لما يلاقي الناس اللي يفهمونه وايد راح يرتاح معاهم وبقربهم بشكل جدا كبير. مبدع، نقدر نقول عنه بأنه هو ما يحب الناس تنظر له بنظرة دونية، ولا يحب الناس تستصغر تفكيره ولا تستصغر إحساسه، لأنه هو بالنسبة لنفسه شيء جدا كبير. لذلك دائما مواليد برج الجوزاء يتمنون لو أن الناس اللي حوالينهم يشوفون الجمال اللي فيهم. بمجرد ما تعطي مولود برج الجوزاء قدره احترامه اللي هو متوقع منك، راح تعرف شخصيته الحقيقية 100%. وإن صغرته تحمل اللي يلك منه، لأنه عادي يلغيك من حياته تماما. مولود برج الجوزاء أفضل أغنية ممكن تمثلك تقول. مولود برج الثور هو البرج اللي أقدر أسميه منعزل في إحساسه العميق جدا. شخصيته الحقيقية هي شخصية يراها القليل جدا. أغلب الناس اللي يكونون حوالين مواليد برج الثور هم الناس اللي يعاشرونه بشكل جدا كبير علشان يعرفونه بشكل أكبر. بالنهاية يعرف نفسه هو بشكل أفضل. مستحيل تعرف غموض مواليد برج الثور. فنصيحة، لا تتعب نفسك في تفسير إنسان ما يبيك تفسره من الأساس، هو مرتاح كذي. هي بكل بساطة راس قمة لأحلام، لأنك ما ترضى لأن أنت تكون في القمة عزيزي مولود برج الحمل. تبي تخسر الحمل؟ كذب، لف دور، استغفل وصغر. تبي تستفزه؟ قل له أنا أتحداك. ما يرضى أحد ياخذ مكانه لأنه يشوف بأن مكانه هو بس اللي يستحقه. مغرور؟ اي نعم مغرور، ولكن يتواضع أمام نفسه فقط حتى ما يشوف نفسه أكبر من الغير.